هو ازاي الناس بتتكلم عليهم لحد النهارده؟ احكيلك عن حملتين غيروا تاريخ الماركتينج للابد. تخيل تروح السوبر ماركت علشان تدور على اسمك، ايوه بدل ما تشتري حاجه البيت انت بتدور على اسمك. في 2011 شركة كوكاكولا عملت حركة إعلانية عبقرية. الحملة دي اسمها شير كوك. كوكاكولا بدل ما تحط اللوجو على الأزايز وعلى الكنز غيروا الموضوع ده وحطوا أسماء أشخاص حقيقية. بدأت الناس تخش السوبر ماركت علشان يدوروا على أساميها ويصوروها وينزلوها على السوشيال ميديا. الحملة دي حققت انتشار عالمي وزودت إيرادات كوكاكولا بنسبة ضخمة جدا، وكل ده عشان حركة بسيطة ولكن عبقرية. مش بس كده، خد بقى عندك شركة نايكي عملت كامبين مش مجرد إعلان، ده بقى أسلوب حياة. Just do it. وده ما كانش مجرد اعلان لانه الهم ناس كتير جدا علشان يبداوا رحلتهم ايا كان مستواهم. وهنا الحمله مش بس استهدفت الرياضيين، دي استهدفت الناس العاديه. خلت نايكي تتحول من مجرد براند رياضي الى اسلوب حياه. مش ملاحظ ان التسويق مش مجرد اعلان؟ التسويق فكره بتلمس الناس وبتخليهم يتكلموا عنها. وفي النهايه في الفيديو اللي جاي حكايه.